مرة بتشوفي قناتي طبعا ما تنسيش الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي عشان السمك البلطي المقلي محتاجة التتبيلة بتاعتي، هنبتديها الأول وبعد كده هنتكلم بكل التفاصيل على السمك. تمام. عندي عشان نعمل تتبيلة الحلوة ديت محتاجة 5 حاجات بس. راس توم كبيرة بالشكل ده مقشراها، حوالي 10 فصوص توم او 15 فص المتوفر عندك. عندي كمان حوالي 4 معالق من الكزبرة والكمون المطحونين، معاهم فلفل اخضر اللي هو الطويل او الرومي براحتك جدا، حوالي 3-4 قرون كده. عايزة تحطي حراق وبارد مع بعض، مفيش اي معلقة كبيرة من الملح، والملح بتاعك انت عايزة تزوديه او تقلليه براحتك جدا. اخر مكون وهو عصير الليمون، ليمونة واحدة، عصير ليمونة واحدة. تمام كده. دي كل التتبيلة الحلوة اللي انا عايزاها: توم، كزبرة وكمون، فلفل اخضر حراق وبارد او بارد بس، والملح وعصير الليمون. اكتر من كده مش عايزة في التتبيلة، وفيها كل الاسرار والاطعمة الحلوة اللي هتديني النكهة المظبوطة. يعني السمكية زي ما بيقولوا على الفرازة، يعني ناخد بالنا كويس ان السمكية تكون جامدة. تمام. مش طرية، السمكة تكون اللحم بتاعها جامد مش طري. دي اول نقطة. تاني نقطة، عينين السمكية تبقى مصحصحة كده وفريش وطازة، ما تكونش دبلانة ونايمة كده، وتكون يعني مش هتكون حلوة اكيد يعني. دي تاني نقطة. تالت نقطة معانا، ولازما الخياشيم بتاعة السمكة تبقى وردي. كل ما اللون يبقى وردي بتبقى السمكية فعلا فريش وصبحة وحلوة جدا. دي 3 نقط كده مهمين لازم ناخد بالنا منهم واحنا بنشتري اي سمك. تمام. بجيب السمكية الحلوة بنضفها طبعا، او بقول للسماك ينضفها من جوه بالشكل ده، وتبقى معانا يعني نضيفة خالص خالص وما فيهاش اي حاجة من بطنها ولا اي حاجة. تمام. انا غسلاها طبعا، جايباها من عند السماك وفتحة بطنها ومنضفاها تمام، وبستخدم الفرشة اللي هي عاملة زي فرشة الاسنان، وبعيد عليها مرة واتنين وتلاتة عشان لحمتها تبقى فل كده ووردي خالص. وكمان نقطة أساسية، لما نيجي نغسل السمك بتاعنا ما نغسلش السمك بالخل. تمام. لأن الخل بيثبت الريحة بتاعة الزفارة سواء في اللحمة والفراخ والسمك، نبعد الخل تماما. تمام. نحاول نغسل السمكية مرة واتنين وتلاتة بالملح، وكمان الشطفة الأخيرة أو الغسلة الأخيرة تبقى بعصير الليمون. ميكس كده، كوبايتين مية معاهم كوباية معلقة ملح ومعاها عصير ليمون، ننقع فيها السمكية وهتبقى زي الفل جدا. ننزل بفصوص الثوم معاهم الكزبرة والكمون، الملح حوالي معلقة كده من الملح، فلفل اخضر زي ما قلتلك طبعا، رومي او حراق او بارد براحتك، وهي عصير الليمون. والليمون اللي استخدمه لازما يبقى فيه كمية مية حلوة عشان اخد التطعيمة الجميلة. بعد ما طحناها في الكبة او الخلاط او المطحنة او كمان الهون بتبقى لذيذة جدا. شايفين الشكل عامل ازاي؟ جبت طبق وحطيت فيه كوباية من الدقيق. وملحوظة مهمة، لما استخدم الدقيق بتاع السمك المقلي ما احطش عليه اي حاجة خالص، وده سر الطعم واللون والريحة اللي بتلاقيها في المطعم. في المطاعم يعني بيحرصوا جدا ان هم ما يطعموش السمك غير بالتتبيله ديت. دي سر الايه الوصفه وسر الايه السمكيه وطعم السمكيه. تمام. لكن لما بييجوا يشتغلوا في الدقيق ما بيحطلوش اي حاجه، ممكن رشه ملح وكمون وكزبره مش اكتر من كده. لكن بقى الكركم والكاري وبهارات السمك دي بقى حاجات زي الآت كده عندنا، او الاضافه حاجات كده زي افتكاسات برضو واختراعات بسيطة احنا بنحطها، لكن الاساس هو الدقيق
وبس كده. واخد من الحشوة ديت وهتبل بيها السمكة كده. تمام. وممكن استخدم ايدي برضو عشان اتأكد ان التتبيلة وصلت لكل اجزاء السمكة، وانزل بيها في الدقيق بالشكل ده. عايزة تستخدمي جوانتي مفيش مشكلة. حجم السمك طبعا بتاعك، لو عايزة تستخدمي حجم سمكية كبير براحتك جدا. السمكية اللي انا مستخدماه النهاردة حجم متوسط. ادي تنفيضة بسيطة جدا جدا للكلام ده، وتبقى السمكة بالشكل ده. هكرر كل الكمية اللي عندي، اوزع كده التتبيلة كويس جدا من كل الجوانب. تمام. ولو حابين نعمل فيها فتحات مفيش مشكلة. واخدها كده على الدقيق واحدة واحدة، واديها تعفيرة بسيطة من كل الجوانب، واتأكد ان هي خدت وش كامل من الدقيق. جميل. ده هيتحمر ازاي؟ حاطه طبعا طاسة على النار او صينية فرن مدورة، وعليها كمية الزيت، مثلا كوباية زيت ولا حاجة، واسيبه يدفى. المهم جدا ان هو يبقى دافي. وبعد كده هنزل بالسمكية على نار يعني متوسطة، ما تكونش عالية كتير عشان ما تاخدش الكفر من بره والاقيها لسه نية من جوه. تعالي نشوفه مع بعض كده عامل ازاي. اهوت السمكية مستوية كويس جدا من جوه، وكمان كريسبي وجميلة قوي من بره، وفي نفس الوقت طرية، يعني فيها ميكس ما بين الاتنين، مستوية وفي نفس الوقت القرمشة واللون الذهبي الجلد اللي بره. انا ما اتكتش عليه قوي في التسوية، يعني ما نشفتهوش كتير، خليته يطلع زي 3/4 سوا كده عشان يديني الطبقة الحلوة الجميلة اللي بره ديت. شلنا السمك المقلي بتتبيلة المطاعم بطريقة تحفة جدا، سهلة وسريعة، ومش هتاخد معاكي اي وقت خالص.